طبعا كلنا فاكرين مسلسل او فيلم بكيزة وزغلول، اسعاد يونس وسهير المرشدي، وخفة دمهم وخفة ظلهم وحبهم لبعض رغم ان هم كانوا كتير بيختلفوا، لكن قلبهم صافي لبعض. عشان كده بناشد بكيزة وزغلول ان هم يكونوا مع بعض دايما حتى لو اختلفوا في الرأي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحبائي وأصدقائي في قناتي قناة أبو قشين. طبعا المقدمة خالص بعيدة عن حلمية وزاهية، ملهاش علاقة المقدمة بحلمية وزاهية، لكن الكلام عارف هو رايح لمين. المهم النهاردة هنتكلم في الفيديو بتاعنا عن الفيديو اللي نزلته مدام هناء على قناتها، وكان حمادة مستضيف ولاد أخته حنان عبده وعمرو، والاتنين بصراحة دمهم خفيف ودمهم ظريف. وتشوف بقى لما يجتمعوا عفاريت الأسفلت في مكان واحد، بتسمع إفيهات وبتسمع تعليقات جميلة وحاجات كده تفرح القلب. وهنتكلم كمان عن التعليق المثبت في الفيديو بتاع مدام هناء، والتعليق ده عجبني، والتعليق ده موضوع لوحده خالص. بداية هنخش في موضوع الميكروباص، والميكروباص زي ما مدام هناء وضحت في الأول إن الميكروباص بتاعهم محتاج تصليح، وإحدى الداعمات جزاها الله خير بعتت فلوس عن طريق عمرو عشان يتصلح، وإن الميكروباص مركون عند بيت حنان هناك عشان عمرو يصلحه. وقعدوا يخشوا في مداعبات بينهم وبين بعض، وفي الاخر اتضح ان عمليه تصليح الميكروباص دي كانت عباره عن اشاعه، اكيد يا اما من احدى القنوات يا اما من احدى المتابعين. عشان كده مدام هناء دخلت الدخله الجميله ديت بتوضح فيه ان الميكروباص عطلان، وان الداعمات صلحوا الميكروباص، بس الفلوس مبعوثه عن طريق مين؟ عن طريق عمرو ابن حنان. يبقى احنا كده عرفنا سر الاستضافه بتاعه عمرو وعبده، وان هم كانوا مرتبين ان هم يعملوا الفيديو دوت، او بجد بالصدفه، الله اعلى واعلم. طبعا الاشاعه على فكره كل حياتنا اشاعات، حتى غلو الاسعار اللي احنا فيه دوت بيجي عن طريق برضو اشاعه. ده البصل بكره يبقى ب30، يبقى البصل ب30، لان الاشاعه زي الكذبه اللي بنكذبها وبنصدقها بالظبط. فاحنا اللي بنطلع الاشاعه واحنا اللي بنصدقها واحنا اللي بنخلي الناس تتمادى فيها. فطبعا دلوقتي الاشاعه اللي اتذاعت في تعليق وبقت في فيديو، بكرة احدى الداعمات الفاضلات برضو اللي فرحت ناس كتير واللي دعمت ناس كتير هيفكروا في العملية ديت، ويمكن في داعمة فاضلة تيجي وتتبرع لحمادة بمبلغ تصليح العربية، وبكده الإشاعة من الممكن انها تصبح حقيقة، لان زي ما قلت لكم حياتنا كلها إشاعات. زي الحلم بالظبط لما بيتحقق، او حلم انت بتحلمه وبتحب ان هو يتحقق، وفجأة بيتحقق الحلم بتاعك. ليه الاشاعة بتاعت تصليح الميكروباص بتاع حمادة ما تبقاش حقيقة؟ هنسيب بقى الميكروباص بتاع حمادة يتصلح عقبال ما يطلع له داعمة من احدى الداعمات عشان تصلحه، بعد ما تذاع الخبر على اليوتيوب. وما اكثر المتابعات وما اكثر الداعمين اللي هيتباروا في تحقيق الإشاعة ديت. وزي ما في إشاعات في تعليقات مفخخة الغرض منها إن هي تظهر ما في بطن صاحب القناة بالإجابة بتاعته. إحدى التعليقات، وحمادة ثبت التعليق دوت أظهر حاجات كتيرة جدا جدا تدين إخوات حمادة اللي مدخلوش البيت وبيسلموا على أمهم أو يزوروا أمهم في مكانها الأصلي، خصوصا بعد توضيب زاهية للشقة وعملتها بصراحة ولا أروع ولا أجمل من كده. لكن هل زيارة الأم ملزمة إن هي تكون بتصور أو بتظهر في فيديو معاها أو لأ؟ دي حسب رغبة الست الوالدة. لكن هل بالفعل في حد اتمنع من دخول البيت بعد توضيب زاهية لشقة الوالدة دوت؟ اللي ظهروا حمادة قال باللفظ الواحد ان مفيش حد يقدر، اي حد من اخواتي، ان هو يجي يزور البيت. وبالمناسبة ده بيقول لي صاحبة التعليق، وبالمناسبة قبل ما يطلعوا عندي دخلوا على الست الوالدة الحاجة ام مصطفى وسلموا على خالهم كمان. معنى ذلك ان
عدم دخول اخوات حمادة واخوات مصطفى وولاد ام مصطفى البيت في الفترة اللي فاتت ديت ما كانتش حجة ان هما ما يدخلوش عشان ممنوع التصوير. لكن انا قلت مرارا وتكرارا ان البيت اللي فيه الست الوالدة ما فيش حد ايا كان يقدر يمنع من زيارة بنت او ابن لامه لمجرد فرمان صدر من شخصية ممكن تكون نفوذها عالية على الست ام مصطفى او نفوذها عالية على الاسرة جميعا، لكن ما يقدرش. ومرارا وتكرارا قلنا روح للبيت وخبط الباب وشوف مين هيفتح لك وشوف الاستقبال بتاعه هيبقى شكله ايه. يا اما هيستقبلك يا اما هيطردك زي ما انت متوقع، وطبعا الطرد شيء مرفوض تماما تماما لمجرد ان هو مختلف معاه. دي الحقيقة اللي قالها حمادة في التعليق، وعلق على التعليق بنفس الاسلوب. يبقى زي ما الاشاعة ممكن تبقى حقيقة وزي ما الحلم ممكن يبقى يتحقق، وكلامنا دلوقتي بيتعاد، والكلام ده احنا قلناه قبل كده مرارا وتكرارا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.